السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، صحتكم لاباس. الوصفه تاع اليوم راح تكون صابلي الايدي. الوصفه تاع الصابلي اللي نعتمدها ديما وجامي نبدلها، يعني وصفه بزاف هايله وما شاء الله يجيذو في الفم. تابعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا مكونات الوصفه هذه. اول حاجه عندي 3 بيضات لازم يكونوا بحراره الغرفه، عندي كيس خميره كيميائيه، عندي عطر الكراميل يعني تقدروا تستعملوا اي منكه، عندي 250 غرام تاع الزبده، عندي كيس تاع السكر جلاسي، نصف كيس تاع الزيت، وعندي نصف كيس تاع النشا. نشاو الزيت يعني ما تكثروش بزاف. اول حاجه جبت الريسيبيون تاعي، كنت قسمت اللابيل تاعي كيما راكم تشوفوا. انا ديما نستعمل لابيل يعني تجيني ما شاء الله سوا في الطياب سوا في الكاطو، يعني بزاف هايله. كيما راكم تشوفوا درت 250 غرام، يعني قسمتها نصف. هنا نجيو نزيدو لها البيض، ولازم الزبده تكون بحراره الغرفه، يعني اذا كنتي مزروبه وما جبدتيهاش سيتي ما جبدتيهاش ديريها في الماء سخون تتفاب هي بالبيض، ومن بعد تقدري تستعمليهم. جامي ديري الصابلي بالزبده بارده ولا البيض بارد. هنا زدت لافاني كيما راكم تشوفوا. المعطر يعني تستعملوا واش بغيتو، اي منكه بغيتو تنكهوا به ديروه. عندي النشا وعندي سكر جلاسي. هنا الزيت نخليوه من بعده. انا الصابلي تاعي نشتي خلطه بالباتور باش يجيني خفيف ويجي يعني ما شاء الله. نبقاو نخلطو في المكونات تاعنا حتى نتحصلوا على كريمه كيما راكم تشوفوا. من بعد نجي نضيف الزيت على دفعات. الزيت مانيش راح ندير كاس كامل، راني درت غير نصف الزيت، نصف كاس كيما راكم تشوفوا. هنا زدت كيس تاع خميره كيميائيه حوالي 10 غرام، ونبقاو نزيدو الفارينه عينك ميزانك، يعني العجينه تاعك ما تجيش يابسه وما تجيش طريه بزاف، يعني من بعد ما تقدريش تحكمي فيها وتلاصق في اليد. هنا بعد ما زدت الفارينه كيما راكم تشوفوا يعني جات العجينه ما شاء الله. العجينه راهي تاع الصابلي جامي تتعجن، لموها فقط. هنا غطيتها بالبابي وخليتها ترتاح حوالي 10 دقائق، من بعد وليت ليها. هنا جبت اي ساشي ولا بابي سيلوفون تفرشيه باش تحلي عليه الصابلي تاعك باش ما يلزقش. هنا نتفادى ندير الفارينه بيسك الفارينه راح تيبس لي العجينه تاعي، تما ما نشتيش نديرها اطلاقا، نحلل بالساشي هكذا يجيني خير. هنا عندي هاد الليمون الكبار والصغار كيما راكم تشوفوا تاع الحديد هذو، يعني ما شاء الله. نشكلها كيما راكم تشوفوا، يعني الشكل يعني تقدروا ديروا اي شكل تحبوه، يعني نعطيكم الوصفه وانتم يعني دبروا راسكم، يعني تقدروا تغيروا فيها واش تحبوا. هنا نجي نثقبها في الوسط، انا درتها شكل الورده، يعني مش راح تلزق لكم في المول ولا راح تتنحى بسهوله كيما راكم تشوفوا. ميم كي تحلوها فوق الساشي، يعني شوفوا العجينه ماهيش تلزق، يعني بسهوله راح تنحيوها. كنت ديجا سخنت الفور تاعي على اعلى درجه كيما راكم تشوفوا، ولوحت الصابلي تاعي يطيب. الصابلي يعني ما تغفلوش عليه، راهو ثمثم يطيب ثم يتحرق لكم، ما تغفلوش عليه وما تخليوش يحمر بزاف. كيما راكم تشوفوا طابلي يعني كامل سوسو وجاي ما شاء الله. ميم الشكل تاعو راهو ما تقلش. الصابلي يعني الحجم تاعو قاعد هو. هنا نروحوا للحشو. انا الحشو راح ندير معجون، يعني معجون عادي كيما راكم تشوفوا. انا درت معجون المشماش مع ملعقتين تاع ماء الزهر، تقدروا ديري معجون الفريز اي معجون تحبيه. هنا عندي كميه من الكاوكاو ايفيلي للتزيين، تقدروا يعني ديروا اي مكسرات متوفره عندكم كاقتراح فقط. انا عجبتني هذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. نجي نعمرو ويجي كيما بهذا الشكل، يعني تجي ما شاء الله سامبل وفيه غير شويه مكسرات من فوق. تقدروا ديروا لوز ايفيلي عفوا، ولا البيستاش ولا اي مكسرات. هنا نكمل نحشي كامل الصابلي تاعي كيما راكم تشوفوا. نص درتو بالديكور تاع الكاوكاو ايفيلي، ونص راح نديرو بسكر جلاسي، يعني الصابلي تاع زمان وتاع بكري، معشوق الجماهير يعني معشوق الجزائريين كامل يحبوه. هنا درت ملون، زدتو عفوا الكونفيتير تاعي هذاك، ونجي ندير سكر جلاسي على الصابلي. من بعد نجي نعمرو. انا عمرت بطرون كيما راكم تشوفوا، يعني باش يسهل عليا الخدمه وتجي خدمه نظيفه ومتقونه جا، يعني ما شاء الله. نكمل ونروح نشوفوه في صحن التقديم. هاي ديك الصابلي تاعنا تاع نهار اليوم، يعني الوصفه المعتمده عندي اللي جامي نبدلها، يعني جامي نبدلها. وصفه بزاف هايله ويجيكم يذوب في الفم ويجيه شيش وخفيف.
يعني وصفة بزاف هايله، ماكمش راح تندموا يعني كي تجربوها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.